السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. يا رب النهاردة احسن من امبارح وبكرة احسن واحسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله اجمعين. تعالوا النهاردة هنعمل وصفة. انا حلفت ان انا مش هعملها الا معاكم عشان اجربها. بجد بجد طلعت روعة وخطيرة وجميلة جدا. لو اول مرة تشوفوني، معاكم حبيبة من وفر مع مطبخ حبيبة. السهل والبسيط والوفير عندي ان شاء الله. دي اسمها لقمة الباشا، فعلا طلعت خطيرة، فعلا طلعت طعمها جميل جدا. انا مش من عشاق جوز الهند، بس بصراحة طلعت حلوة قوي قوي قوي. وصفة جميلة وسهلة، وتعالي بينا نشوف مقاديرها ايه. معانا هنا كوباية دقيق، وعليهم كوباية سكر. مفيش ابسط من كده بصراحة، مقاديرها روعة بسيطة وبجد حلوة، هتفتخري بيه قدام اي حد يجي. وعليهم كمان كوبايتين من اللبن. كوباية دقيق، كوباية سكر، كوبايتين من اللبن. هو ده السكر اللي هنستعمله في الوصفة كلها. وهنبتدي نقلب كده المقادير. لو طبعا انت اشتغلتي وحسيتي ان هي تخينه، ما تحاوليش تزوديها، لان انا هقولك ليه. طلعنا بيهم كده على النار، ونبتدي نقلب الخليط مع بعضه لحد ما يتجانس كده ويبقى ايه، تحسي ان هو الطبخ تمام. طبعا التقليب باستمرار عشان ما يبقاش فيها تكتلات كده. تمام، هبتدي اقلب كده على طول زي ما انتوا شايفين. ابتدت اهي تبقى تقيله معايا كده، قوامها حلو قوي قوي. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. جبت اي حاجه عندك مستطيله او مدوره لو هتقدري تقطعيها، وهنرش جوز الهند زي ما انتوا شايفين كده، او تخبطيه خبطه. هتلاقيه اتفرد كله من غير اي عذاب. هنجيب بقى الخليط بتاعنا ونبتدي نصبه عليه زي ما هتشوفوا. هبتدي اوزعه بمنتهى السهوله. هبتدي كده وانا بصبه ابتدي اوزعه، ما نزلوش في حته واحده. تمام، هبتدي كده نزلته كله وابتدي اوزعه قدامك اهو. هو ما عذبنيش خالص خالص خالص. الكميه اللي انا حطيتها طبعا حلوه جدا ومناسبه جدا، وعملت كميه حلوه كبيره. وهوريها لك عملت قد ايه. طبعا جوز الهند اللي هيطلع انا هعينه تاني، مفيش مشكله. هنا انا معايا كوبايه كريمه وكوبايه لبن، او نص لبن ونص ميه متلجه. وانا بضرب كده الكريمه، ما تنسينيش في الاشتراك تحت علشان تبقي مشتركه معايا ويوصلك فيديوهات كتيره، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد بينزل. تمام، اوعي تنسيني اوعي تنسيني في تعليق حلو منك. هضرب كده الكريمه عشان تبقى تخينه، ممنوع اضافه السكر يا جماعه. هي الكريمه كده ممتازه ممتازه ممتازه. هكون طبعا حطيت ده في التلاجة مسك نفسه شوية، وهبتدي انزل بالكريمة عليه علشان خاطر زي ما انتوا شايفين كده افردها، هتتفرد معايا بمنتهى السهولة. وارجع احطها تاني في التلاجة. تمام كده. الموضوع ده ما اخدش معايا بتاع نص ساعة او 10 دقايق يعني. بصي ما اخدش معايا وقت خالص. ابتديت اقطعها اهو. نصيحة برضو، ما نقطعها نحطها في التلاجة شوية. نبتدي ودخلتها الفريزر شوية عشان عايزة اعملها زي لقم كده، زي لقمة الجاتو. هي طبعا بتتلف رول. انا هنا عشان ما اعذبكيش او اخلي حاجة صعبة عليكي، عملتها زي ما انت شايفة كده. برضو هتلاقيها عسل قوي وقمر قوي وجميلة جدا بجد. طعمها ما كنتش متوقعة. دي الطريقة طبعا مش الأصلية، ان احنا نحط القومتين على بعض زي الجاتو كده. تعالى اقولك طريقة تانية هتجمدها طبعا في الفريزر عشان تقدري تمسكيها كده. طريقة تانية انا اخدتها زي ما هي طرية اهي. وابتديت الف كده على جوز الهند، وابتدي اشيل بالراحة كده خالص خالص. وابتدي احط في اطباق او في طبق على حسب ما انا هقدم للناس، لانك المكان اللي هتحطي فيه ما تغيرهاش. هلف واحد كمان اهو عشان تشوفين وانا بلفه. وزي ما انتوا شايفين جميلة ولذيذة وروعة. هنروح بقى نلف الباقي بتاعنا ده كله زي ما انتوا شايفين. وجوز الهند الزيادة زي ما قلتلك هعينه عشان اعمل بيه تاني. تمام، بجد لقمة الباشا بحق. روعة خطيرة، جربيها وما تنسيش تقوليلي في التعليق عجبتك ولا ما عجبتكيش. بس بصراحة خرافة خرافة خرافة. طعمها حلو جدا جدا جدا، ولذيذة جدا جدا جدا، وطرية بصي قشطة. انا لما دقوها بيحسبوها قشطة بصراحة والله، افتكروها فعلا قشطة. لان طعمها خطير قوي الميكس كده مع بعضه. والكريمة وبصي كريمية بطريقة رهيبة بصراحة. طبعا الفيديو هوت ما طولتش عليكم. يا رب اكون عجبتكم، يا رب اكون افدتكم. وان شاء الله ان شاء الله نكون في وصفة جديدة سهلة وبسيطة وموفرة. وما تنسينيش زي ما قلت لك في التعليق
وفي الاشتراك وتفعيل الجرس. ويا رب أكون عند حسن ظنك، ويا رب أكون دايما بفيدكم في فيديوهاتي. وباي باي، أشوفكم في فيديو جديد.